يوم الجمعة في اسكندرية لازم تصحى تصلي الجمعة وتطلع على البحر، تشم الهوا الجامد ده وتروح للأماكن القديمة جدا في اسكندرية. السلام عليكم. رحنا ألبان وادي النيل، نعمل شوية فطار كده على الرايق ونشوف الدنيا بتقول ايه. طلبت حلاوة بالقشطة ومربى بالقشطة وجبنة بيضة وجبنة رومي، وطبعا شوب اللبن اللي مفيش خلاف عليه أبدا، المليان قشطة وطعمه حكاية. أول حاجة الجبنة الرومي في العيش الفريش، الجبنة البيضة برضو في العيش الفريش، هما كلاسيك جدا. المربى مع القشطة في حتة تانية خالص. الحلاوة بالقشطة برضو قنبلة تحفة. وحبسنا بشوب اللبن اللي مليان قشطة، اللي بقالي كتير قوي ما يشربش لبن كده يبقى فيه الطبقة اللي بتطلع فوق الوش. ودخلنا في الرز بلبن ابو 6 جنيه اللي مش هتلاقيه في حتة، اللي يرجعك للبيت القديم بتاع زمان كده، والطعم الحكاية زي ما انتوا شايفين. تجربة تحفة جدا. والساعة القديمة جدا اللي في وشك دي، ده الشارع بتاعه من قدام مبنى القطن من المنشية. وادي النيل، ألبان وادي النيل، تاريخ طبعا.